في ظل المهازل اللي بتحصل على التيك توك من البنات وبتحصل على السوشيال ميديا بالاخص، افتكرت قصه كده وحكايه لبنت زمان اتباعت في سوق العبيد عادي، يعني اتباعت جاريه لاحد الملوك. فالملك ده شاف البنت، لقى البنت جميله جدا جدا جدا، فقال خلاص دي لازم اللي هو يعمل معاها علاقه بحيث ان هو يفسدها او يخليها مدام. فجي يقرب للبنت، فالبنت قالت له انا امتلك حرفة او انا شغالة شغلانة ما ينفعش حد يشتغلها وهو مدام، لازم تكون عذراء بحيث ان انا اقدر اشتغل الشغلانة دي ومحدش يقدر يشتغلها غيري. فقال لها ايه هي الشغلانة اللي انت بتقول عليها دي؟ فقالت له انا بدهن دهان، انا معايا دهان على الجلد بتاع الجسم وكده. الدهان ده لو منطقة اتدهنت بيه اي سيف ما بيخترقش المنطقه اللي عليها الدهان. فقال لها ازاي؟ طبعا الملك قلق من كلامها وخد حذره، فقال لها ازاي الدهان ده السيف ما بيخترقش؟ قالت له تعالى نجرب، تعالى هدهن رقبتك بالدهان وهمسك السيف واطعنك في رقبتك وشوف السيف هيخترق رقبتك ولا الدهان هيمنع السيف. فالملك طبعا خاف وقال لها لا، بقول لك ايه، انت دهني رقبتك وانا هطعنك بالسيف واشوف السيف هيخترق الدهان ولا لا. فالبنت وافقت بسرعة جدا 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 ودهنت فعلا رقبتها، والملك مسك السيف وضرب على رقبتها عشان الدهان يحوش. للأسف الشديد الدهان طلع خدعة من البنت بحيث ان هي تفلت او اما تعيش بشرفها او تموت بشرفها. البنت اختارت الموت عشان خاطر ما تفرطش في عرضها وشرفها. للأسف الشديد بنلاقي بنات كتير وستات كتير النهارده بيستسهلوا ان هم يعرضوا نفسهم ويعرضوا جسمهم ويعرضوا بيوتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع.